تخيل لو قلتلك إن السر بناء الأهرامات ما كانش مجرد حجارة وعبقرية، لأ، ده كان مدرسة سرية. صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. في قلب مصر القديمة وقبل ما العالم يعرف عظمة الأهرامات كان في راجل سابق عصره اسمه إيموحوتب. إيموحوتب ما كانش مجرد مهندس، ده كان صاحب رؤية وشاف إن بناء حاجة تهز التاريخ محتاج أكتر من مجرد عمال. أسس في السر أكاديمية سماها مدرسة بناة الأهرام. مدرسة مش أي حد يدخلها، كان بيختار بنفسه أذكى شباب مصر اللي عيونهم فيها لمعة شغف وفضول. جوه الأكاديمية دي ما كانوش بيتعلموا بس إزاي يقطعوا الحجارة ويرصوها، لأ، كانوا بيدرسوا أسرار الفلك، إزاي يخلوا الأهرامات تبص للنجوم بدقة تخوف، وكانوا بيتعلموا رياضيات متقدمة، معادلات لو شافها حد من بره وقتها كان هيقول عليها سحر. إيموحوتب كان بيعلمهم إن كل حجر ليه روح، وإن البناء مش مجرد مبنى، ده رسالة للسماء وللزمن. كان بيقول لهم إنهم مش بيبنوا مقابر، هم بيبنوا سكة للأرواح عشان تعبر للعالم التاني. الطلاب كانوا عايشين في عزلة تامة، ممنوع عليهم أي تواصل مع العالم الخارجي. تدريبهم كان قاسي، بيجمع بين قوة الجسم وذكاء العقل وصفاء الروح. كانوا بيتعلموا لغة الرموز القديمة عشان يكتبوا التعاويذ اللي بتحمي المباني العظيمة دي. وفعلا الجيل الأول اللي اتخرج من المدرسة دي هو اللي بنى أول هرم في التاريخ. كانوا بيتحركوا كأنهم شخص واحد، كل واحد عارف دوره بالملي، كأن في قوة خفية بتحركهم. الناس كانت بتبص على البنا وهو بيطلع للسما ومش فاهمين ازاي ده بيحصل بالسرعة والدقة دي. والسر كان مدفون جوه عقول خريجي مدرسة إيموحوتب السرية. الأكاديمية دي فضلت سر لقرون، بتخرج أجيال ورا أجيال من البنائين العباقرة. كل جيل كان بيضيف سر جديد وبيطور الأساليب عشان يوصلوا للكمال. النقوش اللي بنشوفها النهاردة مش مجرد رسومات، دي كانت كتبهم الدراسية. كل رمز بيحكي عن معادلة فلكية أو سر هندسي محدش غيرهم كان يعرفه. عظمة الأهرامات الحقيقية